يا صباح الفل عليكم، صباح الورد، صباح الجمال، صباح الياسمين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معنا فيديو جديد ويوم جديد. صلوا على النبي كده يا جماعه، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا بينا النهارده نشوف هنروح فين وهنعمل ايه. انا خرجت اهو الصبح بدري، مصحيه مصطفى معايا، طالع معايا بالعافيه، بس مأكده عليه من بالليل هنقوم يا مصطفى، هنقوم بدري، هنقوم بدري عشان رايحين المدرسه عنده مصطفى. رايحين ليه؟ تعال نشوف. مصطفى، حلو الفطار؟ ايه رايك؟ فطار حلو اهي، طعميه وبطاطس، طلبنا فول خلطه، بيض اومليت. احنا كلنا طبعا يعني فاهمين، فانا هوريتكم بعد ما كلنا، بس مصطفى لسه، وهو مبسوط قوي لان مصطفى بيحب الفطار قوي بره، فانا حبيت النهارده اكافئه عشان هو تعبان شويه، فانا حبيت ان انا ايه اكافئه ان انا افطره بره بعد ما خلصنا مشوار المدرسه. جبنا اللبس، فين الكيس بتاع اللبس؟ العربيه. جبنا اليونيفورم بتاع المدرسه وجينا عشان نفطر هنا. لسه هنكمل بقيه اليوم معانا النهارده، خليكم معانا. يومكم جميل ان شاء الله ويومكم زي الفل. حلوه المرجحه دي بصفه فول وجرجير وبصل. انا طلبت الجرجير والبصل ده. بيض اومليت ومرجحه بقى. عماله مرجح مصطفى يقول لي بس يا ماما انت صغيره. لا هو ما انت بتحركها انت. بس يا ماما، بس يا ماما. هم عاملين زي الجزء ده كده، زي ايه، القعده فيها مرجحه يعني شويه، يبقى نفطر واحنا بنتمرجح. ريحنا اولى وثانيه وثالثه اعدادي، من اول بقى اولى ثانوي هيبتدي بقى مدرسه ويونيفورم وباص وصحيان بدري. مش ثانوي اي ثانوي بقى، ده ثانوي صح. متحمس بجد المدرسه ولا لا؟ بصراحه مش عشان بسجل، متحمس ولا لا؟ ماشي، ربنا يجعلها سنه يا رب كده موفقه، وسنه جميله ان شاء الله يا رب يوفقك فيها يا ابني. عجبك الفطار؟ هتشرب بيبس ولا شاي؟ بيبس. طيب انا هشرب شاي وانت اشرب بيبس بقى. يلا. خلصنا المشاوير بتاعتنا وهنروح البيت. هنوريكم اليونيفورم بتاع مصطفى، هوريكم النهارده هنعمل غدا ايه النهارده. جو حار جدا جدا، واقفين مستنيين بتاع الباركينج يطلعنا. بصوا مزنوقين من هنا ومن هنا. كل المشاوير، مشوار المدرسة، دخلنا فطرنا، بعد ما فطرنا رحنا الماركت، زهران ماركت هنا اهو في سموحة، نشوف الحاجات اللي جبناها ونعمل غدانا النهارده ونكمل يومنا مع بعض النهارده ونشوف هنعمل ايه. يومكم جميل ان شاء الله وخليكم معانا. بصوا انا رحت السوبر ماركت، ما كنتش محتاجه حاجات كتير لاني كنت مستعجله عايزه اروح، مصطفى معايا طبعا، فيا دوبك جبت الحاجات اللي هعمل منها غدا النهارده، فما جبتش لسه حاجات الشهر الصراحه. يعني انا ناقصني زيت وناقصني مكرونه ورز وحاجات كتير ما جبتش. جبت فلفل بس كده. الاربعه دول عاملين 19، يعني 19 جنيه و80 قرش، يعني حوالي 20 جنيه. مصطفى بيحب البقسماط بتاع زهران قوي، لانه معمول بزبده صافي، فبيبقى غالي شويه لانه بيبقى معمول بزبده ولبن، مش بقسماط عادي يعني بتاع الفرن العاديه، لا بجيبه من زهران مخصوص. كل مره بتبقى اكتر من كده، بتعمل 50 جنيه. النهارده لقيت دي عامله 20 جنيه. بيبقى حلو بقى. مصطفى الصبح بيحيرني قوي في موضوع الفطار، فبصراحه جبتهم عشان كده بيفطر منه الصبح بشاي بلبن. النهارده كمان هعمل لهم صينيه مكرونه، فكنت محتاجه جبنه موزاريلا اهي، وكنت عايزه لحمه مفرومه اهي برضه. بس ده دخلت السوبر ماركت عشان كده. بصوا كنت كاشفه، مش قادره ولا اصور ولا اعمل حاجه. شويه حاجات صغيره كده من السوبر ماركت دخلت جبتها بعد ما فطرت انا ومصطفى. اوريكم بقى الزي بتاع مصطفى، صورة جونجون بتاعت التخرج. شايفين القمر بتاعي؟ اللهم صل على النبي.
اللهم صل على النبي، ما شاء الله تبارك الله. مصورينها في المنتزه عندنا في اسكندريه، البحر وراهم اهو. دي صوره التخرج بتاعتها. عقبال الجامعه يا رب. حلاوه المولد خلصت، حلاوه المولد خلصت ما شاء الله. كنا بصراحه يعني ما كانش هينفع يعدي علينا مولد النبي الا لما اجيب لهم حاجه حلاوه المولد. هنا بقى جبنا ايه؟ لبس المدرسه بتاع مصطفى. استنى عشان اوريكم. لا في حاجات ناقصه يعني. في التيشيرت بتاع بصوا بقى لبس المدرسه. اهو صاصه هيروح ثانوي بقى ويلبس بقى لبس المدرسه الجديد ويركب الباص ويروح المدرسه ما شاء الله. ده اليونيفورم الشتوي، ده ابو كم بتاع الشتاء. IAS ده اللوجو بتاع المدرسه اللي هي الدوليه الامريكيه. مدرسه بقى لازم 3 سنين بقى يروح ويبقى ليه اصحاب واصدقاء هنا في اسكندريه ويركب الباص ويصحى الصبح بدري ويروح مدرسته. فرحانه بيه بصراحه لانه قعد ال3 سنين بتوع اعدادي بصراحه يعتبر ما راحش فيهم مدرسه ولا حاجه والله، كان كله دروس في البيت. فانا قلت لا لازم اوديه بقى مدرسه انترناشونال يتعلم فيها ويدرس ويعمل اصحاب ويطلع بقى يعمل اكتيفيتيز اللي هي الانشطه ويطلع رحلات. بس الامريكان دي بنطلون بتاع المدرسه، بنطلون كحلي حلو قوي وقماشته تقيله جميله. بس القماشه الجبردين كده بتاعت كنا بنقول عليها جبردين كده زمان. فرحانه قوي ان مصطفى هيروح المدرسه. ده تيشيرت المدرسه فيه فاضله بنص كم والبنطلون ده بقى الجاكيت بتاع المدرسه عليه اللوجو برضو بتاع المدرسه IAS. جاكيت كحلي اهو IAS ده بسوسته كده. بصوا جميل برضو تقيل شتوي. جبت له المقاس ده اكس لارج وهما ما عندهمش لارج. ده بقى الترنج بتاع البي الترنج بتاع البي اللي هي الالعاب. التيشيرت بتاع البي ناقص والتيشيرت الصيفي بتاع المدرسه اللي هو زي اللبن ابو كم ده ناقص. لسه هروح تاني اخده. المدرسه بتاعت مصطفى يوم 14 يوم الحد الجاي. ده تريننج الالعاب بس شكله جميل، احمر فابيض. هو بيحب الاحمر عشان هو اهلاوي. بصوا حلو اهو جميل. الكم بتاعه حلو. بصوا ده اللوجو المدرسه والجاكيت اهو بسوسته كده. ده البنطلون بتاع الترنج حلو برضو كحلي شكله حلو اهو. كده النهارده ده اللي نزلني النهارده بالرغم ان انا عيانه جدا جدا، بس الحمد لله احسن لما رحت للدكتور وخدت العلاج. بس كنت نازله لازم عشان اروح اجيب اليونيفورم بتاع مصطفى واجيب حاجه اعملها لهم غدا النهارده. بس بقى فنزلت ولسه جايين وشويه هقوم اعمل الغدا. يلا بينا نروح على المطبخ نشوف هنعمل غدا ايه. هنا بقى زي ما قلت لكم انا طبعا جايه من مشوار حر وصاحيه بدري، فاسرع حاجه ممكن اعملها ايه وحاجه بيحبوها عيالي هي المكرونه بالبشاميل. لما بعملها بياكلوها ما بيقولوش لا ولا بيعترضوا عليها. عندي اللحمه في التلاجة، يعني لحمه مستويه يعني باقيه مني، كنت عامله طاجن لحمه في الفرن والله العظيم وعندي لحمه في التلاجة. وكنت عامله لهم فراخ امبارح، فالنهارده بقى جايه من بره وحرانه فحودت على السوبر ماركت كده عشان ما ناخرش في السوبر ماركت. ومصطفى معايا بيبقى كان قاعد بقى ومستنيني فما بيحبش ان انا اخر يعني وكده، فدخلت جبت شويه حاجات على السريع كده بسرعه، يعني ان هي اللي هي تعمل لي غدا النهارده، يعني مش اللي هي راح اجيب مثلا خزين الشهر ولا خزين الاسبوع، لا. فقلت اعمل ايه قلت اعمل صينيه مكرونه بشاميل اللي هي بتبقى حلوه وخفيفه وفي نفس الوقت عيالي بيحبوها.
بس فروحت على طول بعد ما وصلت بقى البيت واتوضيت وصليت الظهر وقعدت شويه كده. احنا كنا فطرانين بقى، بس انا ما شربتش شاي في المطعم، فروحت البيت بقى شربت شاي وريحت شويه كده، وبعد كده قمت بقى ايه وريتكم الحاجه، وبعد كده دخلت سلقت المكرونه، وبعد سلقت المكرونه قلت بقى عصج اللحمه. وانا بضرب البصل في الكبه كان عندي فلفل الوان اللي انا جايباه ده، حطيت نص فلفلايه صفرة، فكانت مخليه على فكره اللحمه طعمها حلو قوي. انا لقيت في التلاجة عندي فلفل سبايسي، فكانش ينفع اعمله مع المكرونه بشاميل، فانا رحت جايبه نص فلفل الوان اللي هي لونها صفرة دي اللي انا وريتها لكم، ورحت حطاها مديها شكل اللحمه شكل، وفي نفس الوقت خلت طعم اللحمه حلو قوي. وساعات بقى مع اللحمه المعصجه بتاعت المكرونه بشاميل كنت ببشر على فكره جزر، برضو من الحاجات اللي بتخليها حلوه جدا. تريكات كده الواحد ممكن يدخلها في المكرونه تغير الطعم، ما تبقاش تقليديه يعني. عندي بقى انا كل حاجه بعملها بالسمنه بلدي، انا بجيب السمنه دي من الصعيد والله العظيم يا جماعه، ما بعرفش اطبخ بسمنه نباتي ابدا، ولا اغير نوع السمنه اللي احنا تعودنا عليها من ساعه ما كنا في الصعيد. فكل ما اسافر الصعيد لازم اجيب معايا السمنه الفلاحي دي او السمنه الصعيدي عامه يعني، وتبقى احلى سمنه هي السمنه الصعيدي، واحلى لحمه برضو اللحمه الصعيدي، برضو لحد دلوقتي متعوده عليها انا وعيالي. فمش بنستطعم لحمه اسكندريه قوي غير لما بتكون من كارفور او فتح الله، غير كده لا، الجزارين اللي هنا لحمتهم مش بتبقى قوي يعني، حتى ما عجبتش مصطفى ابني. فاحنا متعودين على لحمه الصعيد، فبرضو بحاول كل ما بروح زياره للصعيد بجيب اللحمه معايا، والسمنه ده حاجه اساسي يعني. بس عملت بقى ايه البشاميل، 4 معالق دقيق ما يبقوش اكتر من كده، مع كيلو لبن، وزي ما انتم شايفين بقى قوام البشاميل اللي بيبقى بالشكل ده، لا هو تقيل ولا هو خفيف. بص انا بوريه لكم اهو، في كل مره بعمل فيها صينيه المكرونه بالبشاميل بركز قوي على موضوع البشاميل ده، اللي هو لازم يكون ايه 4 معالق دقيق مع 4 معالق سمنه حلوين كده، او مغرفه سمنه حلوه كده. بس يعني انا بصراحه من الناس اللي بتعمل صينيه المكرونه بيحلفوا بيها يعني، الحمد لله، هي وطاجن اللحمه. انا بحط بقى ايه الجبنه الموتزاريلا في قلب البشاميل، غير اللي بحطها على وش المكرونه، برضو بحطها في قلب البشاميل عشان تدي طعم وتدي كده دسمه حلوه يعني. بس عملت بقى ايه طبقه كده من البشاميل في قاع الصينيه البايركس، وحطيت بقى نص كميه المكرونه زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده احط عليها نص كميه البشاميل. ايه اللي انا بوريه لكم ده جانا، كل ما اعمل صينيه مكرونه بالبشاميل من وهي صغيره لازم تاخد شويه مكرونه مسلوقه وتحط عليهم شويه بشاميل كده وتاكلهم بالمعلقه. دايما الحركه دي بتعملها من وهي صغيره لحد الان. هاتي شويه مكرونه هنا يا ماما وتاخد عليهم شويه بشاميل وتروح تاكلهم على جنب، ما تستناش السريع لما تتعمل وتخش الفرن، لا هي مزاجها كده، بتحب قوي تاكل المكرونه بالبشاميل نيين يعني قبل ما يخشوا الفرن. هي متعوده اصلا على المكرونه اللي هي بالوايت صوص كده يعني، دايما لما بتكون جعانه بتقوم تعمل مكرونه دايما بالليل بالوايت صوص، وساعات تعمل مكرونه بالزبادي. ايه مكرونه بالزبادي دي مش عارفه برضو، هي بتحب تاكل الباستا فبتحب تخترع فيها قوي على فكره يعني بنتي جنى. بصوا دي كانت بقى صينيه المكرونه، بصوا طلعت واو. حاطه بقى البتاع ديت قولوا معايا الجبنه الموتزاريلا على الوش كده، بتخليها شكلها جميل وطعمها احلى. وده كان فيديو النهارده ويومنا النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو بقى انا ما قلتلكمش حطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه وكومنت حلو من عندكم. سلام.